طيب، خرجنا، خسرنا بأي سيناريو، بأي سبب انت شايفه حقك وحقي برضو ابقى شايف حاجة تانية. وانا الحقيقة قبل بس ما اخش لك في موضوع الفيديو، انا مش شايف سبب لعملية الاقصاء لاي حد مش شايف ان احنا اتظلمنا. الناس الجموع كلها شايفه ان اتظلمنا، في 3 4 كده على جنب مش شايفين ان احنا اتظلمنا. ايوه، ليه بقى بنشتمهم وليه بنقول؟ انا شايف ناس بتقول اي حد يقول غير كده جربوع، اي حد عامل له بلوك، يعني فكروني بايام الثوره وبايام ماتش الجزائر، يعني فكروني بحاجات كده. الموضوع مش مستاهل، في الاخر دي كوره، كوره يعني اراء، ودي حلاوتها. ف وبعدين انا يعني عندي تساؤل، ما ينفعش اكون يعني بحب المنتخب وكنت بشجعه بس مش شايف ان احنا اتظلمنا. لازم نقول ان احنا اتظلمنا عشان انا بشجع المنتخب، ولو قلت عكس كده مبقاش بشجعه. ايه علاقه ده بده؟ ايه علاقه ان انا اقول الحق اللي انا شايفه بعيني برغم ان انا اكون يعني بشجع المنتخب عادي؟ هل ينفع اكون بحب المنتخب وبشجعه بس ما بحبش حسام حسن؟ هل ده يتنافى مع ده؟ انتوا ليه شايفينها كده؟ ليه عايز خط واحد في كل حاجه باراء معينه، باكج كده على بعضها انت هتاخدها؟ لو انت خدت حاجه منها لا تبقى انت ضد المجموعه دي، او انت بتحبش المنتخب، او عامه في ناس بتحبش المنتخب وبيقولوا ده حقهم، يعني براحتهم، دي كوره، والمنتخب ملوش علاقه بالوطنيه. يعني ملوش علاقه انا بحب البلد فانا اشجع المنتخب او العكس برضو. انا بقول لك انا بشجع المنتخب بس في ناس ما بتشجعوش، ف يعني براحتهم. فلازم بس يبقى عندنا يعني سعة الصدر دي. في الاخر دي كوره، وانا بقول لك في الاخر دي كوره ليه؟ عشان انا مثلا حسام حسن، انا واحد من الناس ما بحبوش، مش ما بحبوش، مش يعني لما جه مش ما كنتش مقتنع بيه. انا دلوقتي بقول لك حسام حسن هو انسب واحد للفتره الجايه، وانسب واحد يكمل 2030، مش عشان هيبني وهيعمل والمنتخب والاعمار، ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده، مش هيحصل، عمره ما يحصل في مصر، كلنا عارفين. عشان هو بيقدر يطلع من المجموعه دي احسن ما فيها في البطولات المجمعه. جرعه الحماس وجرعه الشحن اللي بيعمله اللعيبه ممتازه، بانت في بطوله افريقيا وصلنا سيمي فاينل واحنا مش متوقعين، وبانت في كاس العالم وصلنا لخطوات قدام قوي واحنا برضو ما كناش متوقعينها. فانت لو جبت احسن مدرب في العالم وما عندوش الحته دي مش هينفع معانا، زي ما البرازيل جابوا انشيلوتي. يعني ضحوا بنقطه ان انا كل مدربين البرازيل عبر التاريخ برازيليين، وقالوا هجيبوا انشيلوتي الراجل بقى اللي بيعرف يكسب بقى اي حد، اللي معاه مفتاح فينيسيوس، اللي خرج من دور 16 من النرويج. ليه؟ لانها الموضوع مش تكتيكي بس. وحسام حسن ضعيف تكتيكيا، وحسام حسن للاسف بيختار باهواء. كفايه ان هو يعني قبل ما زيزو يروح الاهلي، هو كل الناس عارفه ان هو في معسكر المنتخب لما كان لسه ما جدش في الزمالك قالوا روح الاهلي بشكل صريح وواضح. وفي الاخر انت بتزعل تقول لي الزمالكاويه ليه ما بيشجعوش المنتخب، واللي مش عارف اهلاويه ايه، وليه حاله الانقسام دي، وليه مش عارف ايه. طب ما اذا كان مدرب المنتخب نفسه بيقول للعيبه تروح الاهلي هو ده ينفع يا جدعان؟ في الاخر تزعل. طيب حسام حسن اللي انت بتقول عليه ده، ما بتقولوش عليه بس حماسي، ده تكتيكيا جامد، ده مش عارف تكتيكيا جامد في ايه؟ ماتش الارجنتين هرب منه في اخر 10 دقايق بغلطات تكتيكيه. نزل يا ابني مدافع هو قفل الماتش، ما فيهاش، مش هتخسر كده. لازم تلعب على عرضيات، نزل المدافع الطويل اللي بره عندك حسام عبد المجيد. لا 2-1 لسه بتسحب لي زيكو وتنزل لي عمر مرموش. الدقيقه 90 بتفتح وبتهاجم عادي وبيرجعوا عليك بهجمه مرتده. بتلعب قدام الارجنتين فاتح في اخر دقيقه وانت متعادل معاهم في كاس العالم. ده التكتيك؟ طيب انت يقول لي ده انجاز رقميا، انا معاك ان احنا وصلنا صعدنا من المجموعات، لكن لو انت رجعت للتصفيات اللي فاتت اللي انت شايف ان مثلا كيروش ما عملش كده ولا برادلي عمل كده، هو ساعتها كانوا بياخدوا 5 فرق مش 10. فانت اي تصفيات من دول كنت هتروح، كنت لو هم بياخدوا 10. ما هم الفكره ان احنا ما تطورناش في حاجه، الفكره ان احنا الباب وسع شويه، بدل ما بياخدوا 5 بقى ياخدوا 10، واحنا كل تصفيه كنا بنقف على الخطوه الاخيره. كان كيروش راح وكان برادلي راح وكان
حسن شحاته راح، وكان الجوهري راح في 2002، وكل الناس دي راحت عادي. طب انت رحت كاس العالم ب 48 فرقه، بتلاعب مين؟ بالراحه بس، بتلاعب مين؟ بتلاعب فرق مستواها اقوى فرقه في مجموعتك بلجيكا. كل الناس معترف ان المجموعه سهله، عشان كده احنا صعدنا منها. وفي الاخر انت برضو بتعمل ايه؟ عادي ما بتكسبش. كسبت نيوزيلندا بس اللي هم ما بيلعبوش كوره. نيوزيلندا دول عاملين زي اوكلاند سيتي يا جدعان، اللي بيروح كاس العالم للانديه، اللي هو قاره اقيونوسيه دي، وانا مش عارف اسمها غريب كده، محدش بيصفي غيرهم، وكده كده هيفضلوا كل كاس عالم يوصلوا، وعمرهم ما وصلوا غير لما بقوا 48 فرقه، فهم اصلا ما بيلعبوش كوره. فانت كسبتهم مع انهم كانوا عاملين عليك ماتش بالشوط الاولاني. بلجيكا منتخب عادي، مش مرعب، مش فرنسا، مش اسبانيا، مش دول، وعملت ماتش كويس ماشي واتعادلت. ايران اتعادلت وخدت اللي عايزه من الماتش. لما صعدت لعبت مين فوق؟ ما انت المفروض ادوار الاقصائيه بتلعب فرقه كام؟ لعبت استراليا وكسبتها ضربات جزاء. فلما لعبت بقى فرقه من ابطال العالم خسرت، مع انك كنت قاب قوسين او ادنى ان انت توصل. فتقول لي لا ده احنا اتظلمنا، ده الفيفا، ده مش عارف ايه، ده ايه. ايا كان، الاختيارات بتاعت حسام حسن عليها علامات استفهام، راح من غير راس حربه. شوف انا بقول لك الكلام ده بعد ما كل الناس بتتكلم، يعني حسام حسن ده لو كان مثلا خسر 3 ماتشات ورجع، كان كل الناس زمان تقول الكلام اللي انا بقوله ده. بس انا دلوقتي انا الوحيد اللي بقوله حتى وانا كسبان، لان الكلام ده مش هيتغير. انت غلطان انك ما رحتش براس حربه في البطوله، انت معكش راس حربه. انت بتخلي مرموش يلعب راس حربه اللي هو اصلا مش مكانه، فظهر بهذا الشكل السيء البشع، اسوأ لاعب في المنتخب. والاحتياطي بتاعه واحد عنده 18 سنه ما لعبش عمره فريق اول، والاهلاويه نفسهم كانوا بيتريقوا عليه ايام ما كان بيلعب مع الرابطه في الاهلي، مع الاهلي في كاس الرابطه، وبيقولوا ازاي ده يروح برشلونه واخد لي واحد عنده 18 سنه وراكنهم اصلا، وبتلعب بزيكو فيرود، بس بلعب على التحولات. طب خد مصطفى محمد دكه دكه، ما بقولكش يا عم ما بطيقش مصطفى محمد، خد احمد ياسر، خد فيرود 9. مصطفى محمد ده ما كانش نافعك مثلا وانت بتقفل ورا في العرضيات اللي انت فشخت فيها الارجنتين، عرضيات عرضيات عرضيات، كان وقف لك ورا طلع لك كام كوره، كان نافعك. فانت برضو بتعند في حاجات مش مستاهله، يعني بديهيه، واخد له 4 حراس ورايح من غير فيرود. الانجاز رقميا انجاز، لكن فعليا اي حد مكانه كان هيعمل كده، ما عملش اللي ما يتعملش يعني. فاهم قصدي؟ بالعكس برادلي كوبر مثلا وصل في تصفيات صعبه، عدى من غانا وكسب غانا رحنا اتفشخنا 3 ماتشات، بس انت لعبت مين ساعتها بقى؟ ما كانت 32 فرقه، فكانت المجموعات قويه. لعبت اوروجواي كانت يعني احسن 8 في العالم. لعبت روسيا في احسن نسخه، لان هم عملوا منتخب قوي جدا، البطوله كانت على ارضهم، حتى السعوديه ما عرفتش تكسبها، كانت اقوى منك. فلو حسام حسن كان راح في 2018 يا سيدي كان كسب السعوديه، بس كان خرج برضه. فده اللي بقوله لك. كل ده بقى، كل اللي انا بقوله ده كوم. شوف انا بقول لك، شفت انا انتقدت حسام حسن قد ايه، ولقطه انه رفع علم فلسطين دي كوم تاني. شكرا بجد، مش عايز منك حاجه تاني. اصل الكوره دي في الاخر هي حاجه ترفيهيه، هو يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر. عادي، انت مش عايز يبقى ليك في الكوره، مش هتنقص ولا تزيد حاجه، والكوره دي في الاخر انت بتحبها وبتكرهها، حاجه مش هتاثر في حياتك يعني. لكن الموقف اللي بتاخده بتعلن فيه عن ان في ناس هنا مظلومه في بقعه من الارض، وي وناس بتتقتل، وناس وناس وناس، وبعلن ده بشكل صريح، وبلف نفسي بعلم فلسطين وانا كسبان قدام العالم، شكرا. انسى لك كل حاجه، لان انا اصلا قدام اللي انت عملته ده الكوره مش فارقه معايا. شوف بقى انا بقول لك ايه، الكوره مش فارقه معايا. الناس لما بيطلعوا علم كانوا صهيوني وانت بتف عليهم وانت خارج، شكرا، بتعلن موقفنا، ما بتخافش. شكرا يا حسام حسن.